هناك بعض مشاكل المثانة المتعلقة بالأعصاب والتي قد تشكل خطراً أو تهديداً للكل. نطلق على هذه الحالات اسم اختلال وظيفي عصبي عالي الخطورة في المسالك البولية السفلية، أو كما يقال بشكل مبسط المثانة العصبية عالية الخطورة. بعض الأمثلة على هذه الحالات هي إصابة الحبل الشوكي، السنسنة المشقوقة، التشوه الشرجي المستقيمي، وبعض الحالات المرتبطة الأخرى. للأسف في بلدنا لا تزال السنسنة المشقوقة وغيرها من التشوهات الخلقية المرتبطة بالعمود الفقري أكثر شيوعاً من السكان الغربيين لأسباب متعددة. لا يوجد لدينا مكملات حمض الفوليك، ولا يوجد لدينا فحص شامل لجميع هذه الحالات الحمل للكشف عن الأمراض العصبية، ولهذا السبب هناك انتشار أعلى للسنسنة المشقوقة بين السكان الهنود. إذا لم يتم تقييم هؤلاء الأطفال وعلاجهم في الوقت المناسب فقد تتضرر الكلى لديهم، وهذا يعتبر كارثة مزدوجة. الطفل الذي يولد بتشوه في العمود الفقري قد يؤثر على أطرافه السفلية وقد يضطره لاستخدام الكرسي المتحرك، يواجه مشكلة يمكن الوقاية منها وكان من المفترض ألا تحدث أبداً، وهي تأثر الكلى. ومع ذلك، إذا تم تقييم هؤلاء الأطفال وعلاجهم في الوقت المناسب، يجب أن يكون من الممكن دائماً منع تلف الكلى لديهم. بعض الأطفال المصابين بالسنسنة المشقوقة يمكن أن تتضرر كلهم بسرعة كبيرة حتى في غضون أشهر أو سنة أو سنتين، ولهذا من المهم جدا توضيح هذه النقطة للعائلات بأن المثانة تحتاج إلى تقييم وإدارة في أقرب وقت ممكن. عادة يجب أن يتم ذلك خلال أيام من إجراء جراحة الحبل الشوكي لمعالجة المشكلة الأساسية، وفي كثير من هؤلاء الأطفال سيكون العلاج مدى الحياة فعلياً. ولكن طالما تتم إدارة حالتهم بشكل صحيح، يجب أن يكون من الممكن إعادة تأهيلهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في مجتمعنا ويتمتعون بصحة جيدة للكلى والمسالك البولية على المدى الطويل. هذا النوع من الإدارة يضمن أنهم لا يعانون من تسرب البول أو البراز، وأن لديهم نظافة شخصية جيدة، وبالتالي يصبح بإمكانهم الذهاب إلى المدرسة والتفاعل مع أقرانهم. وكل هذه الأمور تصبح تحدياً إذا واجهوا مشاكل في التحكم بالبول أو الأمعاء. مع الإدارة الجيدة، يمكن لمعظم هؤلاء الأطفال أن يعيشوا حياة طبيعية ويتمتعوا بجودة حياة جيدة.